اهله، وده مش طبيعي ان طفل يعمل حادثه. اكيد اهله يبتدي ان هم يدوروا عليه، يعملوا بلاغ، يدوروا عليه في المستشفيات، الحاجات اللي بنسمع عنها يعني في التلفزيون دي. فاهل الطفل فين؟ وهنا خلاص بيكون وقت طلوعه من المستشفى. البوليس بيقرر ان هم يحطوه في اي دار لحد الاستدلال على اهله. لكن رقية بعد تردد كده بتقول هتخليه عندها لحد ما يلاقوا اهله. لحد هنا يا صديقي قد تبدو لك ان هي قصة عادية جدا وخلاص، لكن هي صديقي بداية لتغيير جذري في حياة الثلاث ابطال بتاعتنا في الروايه، رقيه وضياء ومحمد اللي هو الطفل الصغير اللي حصلت معاه الحادثه دي. وده في روايتنا بطعم البيوت لرانيا الطنوبي. بس قبل ما اكمل لك باقي الاحداث خليني كده اسالك كام سؤال، اعمل لك امتحان مفاجئ يعني زي ما كانوا بيعملوا لنا في ايام الكليه. تعرف يا صديقي يعني احتضان؟ احتضان يعني الادب مش حضن، احتضان اللي هو الكفاله. وايه الفرق ما بينه وما بين التبني؟ طب هسألك سؤال تاني اكتر، خليه سؤال عملي. عمرك زرت ملجأ او شفت الاطفال اللي هناك عايشين ازاي؟